أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متتبعين الكرام، كنشكركم بزاف بزاف على المتابعة وعلى لي لايك ولي كومونتير اللي كتخليو لي، اللي كتوجهوني بهم واللي كتعطيوني نصائح. الله يوفق الجميع. وكتهضروا لي بزاف على الميكرو على قد الحال، قبلوا علينا وصافي. وكنشكر الأخ رضا من القنيطرة. ونزول عند الرغبه ديالو غادي نعاود لكم القصه ديال الفرار ديال قبطان يوسف المكزاري والحمداوي الجندي الحمداوي حمد. هاد الناس هادو الحمداوي حمد تأثر في العمليه ديال نهار 25 فبراير 1987. والقبطان رغيب تشد في 1991، تسقطت الطياره ديالو في النواحي ديال التفاريتي. اما الحمداوي احمد قلت لكم تشد في المعركه ديال 87 نهار 25 في شهر جوج 87. هو الحمداوي احمد من النواحي ديال فيكي، والمكزاري من النواحي ديال من فاس. الوقت اللي تشد يوسف الله يذكره بخير المكزاري كان هو طيار، وكان جا دار عملية تمشيطية بالطيار كيدوزو في لازون تاع التفاريتي وسقطوه بصمسات. وفاش طاح جابوه لتمايا للرابوني لونكيت، داك الساعة كان قريب توقف النار، وكان بقاو معاه في البحث وهو ما بغاش يهضر لهم، وكان تصدر في حقه الإعدام باش يعدموه، لأنه هو كان دار لهم بأنه فاش طاح كان طاح على راسه. وهو واحد النقطة اللي فاش طاح هادوك اللي جاو لعندو أول ما ناض وقف عندهم قال لهم اش كتسناو يلا قولوا عشا الملك، قولوا عشا الملك. ضربوه تمايا، وهو من تما دار بحال الله اعلم واش كان التاثير ديال داك الضرب اللي ضربوه ولا داك الطيحه اللي طاح من الطياره ولا دايرها هو اكسبري هذيك الطريقه، دار بحال اللي ماشي في نورمال في عقله. وفاش جابوه لتما كتفوه ولاحوه في واحد الحفره وتكرفصوا عليه بمعنى الكلمه، ولكن هو ما كيهضرش، ما كيعطيو منه لا حق لا باطل، عياو بالله صنقيط الاخر باش يتكلم والو. بالتالي جا الامر من الجزائر اذا ما تكلمش يعدموه. وجا عنده واحد من البوليساريو اللي جاب له الورقه ديال الحكم ديال الاعدام ديالو من عند الجزائريين، قال له شوف انت راه ها شنو دابا الا ما تكلمتش معاهم راه غادي يعدموا. ولكن واخا هكاك راه ما عطاهم لا حق لا باطل، وبقى صامد في الموقف ديالو حتى الاخر دمجوه مع الضباط، تخلى عن الضباط بقى معاهم. حولوهم داوهم للداخله، كانوا في حمدي باشيخ في الرابوني، ومن تما واحد الوقت هزوهم داوهم لولاية الداخله، المخيم ديال ولاية الداخله. مشى لتمايا بقى الحمداوي احمد كان في الحملات. الحمداوي احمد كان في الحملات، كان دار محاولة الفرار 1993 في ولاية العيون، في مخيم ولاية العيون. هرب لهم من تما وشدوه وتكرفسوا عليه وجابوه للراشد. ذاك الوقت كنت انا في الراشد، وجا دوز الفترة العقوبة ديالو في الراشد وخرج ولا رجع للحملات عاوتاني ومشى. وفي 97 دار محاولة أخرى في ميجيك، دار محاولة أخرى بالفرار في ميجيك يومين وهو تالف في الحمادة في الخلا، هارب جهة موريتان حتى شدوه جهة غوينيت، شدوه في السيكتور ديال غوينيت، عاوتاني جابوه تكرفسوا عليه دوز العذاب. وهو كان مصمم وداير في عقله باش يهرب. دار المحاولة الأولى قلت لكم في 93، ودار المحاولة الثانية في 97، وبقى كيخطط كيفاش، لان دار المحاوله الاولى من المخيم ديال العيون وما نجحش،
ودار المحاولة الثانية من نواحي على برا في ميجيك وتشد جهة غوينات. المحاولة الثالثة اللي غادي يدير كيخطط لها. ذاك الوقت جابوا بعض الضباط ردوهم للرابوني و 9 يونيو. هو ذاك الوقت الحمداوي احمد كان في 9 يونيو، من بعد هادشي من بعد توقف النار. المهم في الوقت اللي غادي يهربوا، المهم فاش جابوه حمداوي احمد كان تمركز في 9 يونيو بدا كيدير الصناعه التقليديه، كيدير النعايل، كيصاوب النعايل، كيصاوب النجاره، كيصاوب المريوات، كيصاوب البيفات، كيصاوب الطبالي، السراجم، البيبان، كيصاوبهم من العود، المنشار والمطرقه والمارطيو. هادشي اللي كيخدم، ولكن كيصاوب داكشي كيتقنو. بقى خدام تما، داير واحد التويبيله فين كيخدم، الورشه كيقولوا لها. بقى خدام تما، كيجيبوا له الحراسه، الحويجات ديالهم، صاوب لنا الريايح، صاوب السراجم هما الريايح، البيبان صاوب لنا هادي، صاوب لنا هادي. واحد الوقت قال لهم اودي انا الخدمه كثرت عليا، خصني واحد اللي يساعدني. قالوا له انت شكون اللي غادي يساعدك؟ قال لهم اودي المكزاري يوسف راهي قاعد ما كيشتغلش، يجي يبقى يعاونني. قالوا خلاص. مشى جاب القبطان لعندو، ولا كيخدم هو وياه في داك الورشه، كيتعاونوا هو وياه، يصاوبوا هادي، ينجروا، يصاوبوا النعايل، يصاوبوا هادي. وهو كان علاش جاب يوسف؟ باش واحد غادي يبقى يخدم الخدمه ديال الحراسه، وواحد غادي يبقى يخدم الخدمه اللي يبيعوا. ولا كيصاوبوا السراجم كيعطيوهم للعمال اللي كيمشيو للحملات، اللي كيمشيو 27، اللي كيمشيو للسماره، اللي كيمشيو للعيون، كيعطيوهم داك السراجم كيبيعوهم في المخيمات. باش اللي كيبني شي تابولات، شي بيت كيدير السراجم ولا كيدير البيبان. ولا كتجيهم الخدمه ديال الفلوس اللي كيتخلصوا فيها، وكيجمعوا الفلوس حتى جمعوا واحد القدر. هو احمد كان مطلوق، يضحك فيه الضحك بزاف. الانسان واخا رغم الويلات، واخا الاخر كتلقاه رجل نكته، يضحك بزاف، يقشب الاخر. وداك القشوحيه ديالو، لان دار المحاوله الاولى الفرار وما داو منه لا حق لا باطل، والثاني عاوتاني العذاب وداك الشيء، داك الرجوله ديالو وداك الصمود ديالو حبب حتى البوليزاريو فيه. لان كاينين البوليزاريو كيبغيو الرجاله اللي هو راجل لان علاش يقد يغامر معاه، يدير معاه اي حاجه، ما يخافش منه بان غادي يتقهر بالعصا ويقر به ولا شي حاجه. لا، علاش كانوا كيلاخروا وكانوا كيتعاملوا معاه. وكيتلاقى مع واحد بجوج ديال الشبان من صحاب التهريب ديال السلع من موريتان. كاين واحد الشبكه كدير هذيك المنطقه الصحراء، الساحل والصحراء، كيروجوا فيها تما التهريب. الجزائر، موريتان، مالي، غامبيا، السنغال، المغرب، كلشي هادو شبكه كدور فيهم ديال التهريب. تلاقى مع شي شبان منهم، جاو صاوبوا شي سراج من الخيمات ديال عائلاتهم في المخيم. جبد معاهم الهضره، قال لهم ودي بغيت انا شي من المغرب، لو كان لقى لي يجيب لي. طلب في الاول سلعه من المغرب تجيه. قالوا له داك اللي خاصك من المغرب بغيتو وجد هي الفلوس. قال له تجيب، ولكن باش تديه للمغرب ما تديوش. قالوا له نديو داكشي اللي كاين، رانا تا اللي بغيت نديوه للمغرب. قال له تديني انا. قالوا له ها نديوك على ما نديوك. كيبقى كيتفاصل معاهم في الثمن. هو بداها معاهم يمزح ضحك حتى صدق، لقى الاخر بدا كيتفاصل معاهم الثمن، قد معاهم الامور في الثمن. قال لهم ولكن حنا راه حنا جوج ماشي واحد، انا والصديق ديالي، لان هذا المبلغ هذا الفلوس ما غاديش يكون عندي بوحدي، لكن الصديق ديالي تا هو راه عنده حاجه نجمع انا وياه ونعطيكم. قالوا له خلاص، انت بالثمن الفلاني وهو بالثمن الفلاني، خلاص يلا. قال لهم خلاص، وقت الفلوس موجوده وجدوا داروا البلاصه
داروا البلاصه فين غادي يتلاقاو. كاين 9 يونيو بلاصه ديال التبرز ديال الناس فاش كيخرجوا يقضيو الضروريات ديالهم، كيمشيو ورا واحد الكديه، واحد الجبيله كيدوروا وراها تما في الحناده الخلا، كيخرجوا تمر الاوبراسيون ويرجعوا مركزيين. هو هز السطيله ديالو، احمد مشى خرج، يوسف عاوتاني بقى وراه واحد شويه، هز السطيله ديالو خرج مشى، تبعو طيوطا جات ريضت لهم تما، ناس من التمين ريضت، طلعوا معاهم تا هما من التمين، قلعوا سراو، خرجوا مع 9 الصباح، قلعوا من تمايا طلع النهار، مع 9 الصباح خرجوا. عفوا. المحاضره غادي تكون حتى الوحده. الوحده فاش دارت المحاضره هما مع في الورشه، بعض المرات واخا كدار المحاضره احمد ويوسف راهم في الورشه، لا صافي راه محسوبين في الورشه، ولكن ذاك النهار بحال اللي شكوا فيهم، مشاو للورشه ما لقاوهمش، ولاو كيقلبوا عليهم، قلب يا ما تقلب، قلب يا ما تقلب. وهما بوليساريو فيهم واحد الطبع، اذا هما هرب، واحد دار محاولات الفرار وهرب وتشد، كيجيو لعند الاسرى العصا والويل وعقوبه جماعيه، ويجيبوا لنا هذاك اللي تشد راعي لكم واش حاسبين انكم غادي تسلكوا، اللي زاغت عليه صحته يبغى يهلك، هذاك كيجيبوا في واحد الحاله يرتلها، ما لا جارينو ما قالش حتى يوقف على رجليه وداك الشيء. المهم كيوريوه الويل، كيركبوه للموت، وكيبقاو يعاقبونا، يقولوا لنا شوفوا هذا المصير ديالكم، اللي حاول واللي دار، ولكن فاش كيسلك شي واحد كيضربوا الطم، ما كيجيوش عندنا ولا يهضرونا ولا صافي، كيخليوها يقولوا بلا ما نزيدو نشوفوا راسنا عندهم، خليها الامور تبقى هكا، راه كاين اللي ما فراسوش. هذا هو اللي كيوقع. وهما هادوك جابوهم ودخلوا للمغرب واستقبلوهم من المغرب، وقبطان يوسف ترقى لليوتنو كولونيل، وحمد الحمداوي ترقى لكراد سيرجون شيف. وهذا هو طريقة الفرار ديال المكزاري يوسف والحمداوي حمد. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله.